يا اخوان، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق ولا على باطل تاكلون تبن وتنفذون أوامر. اسمع النكتة هذه. يقول لك محشش مسوي نفسه من علماء الأحياء، يعني راح جاب حمامة وقال لها كش فطارت الحمامة. اليوم الثاني جاب الحمامة وقص جناحها زين وقال لها كش، وطبعا ما طارت الحمامة، فكتب نظرية: عندما نقص ريش الحمامة فإنها لا تسمع. أنا كنت شاكك برضو في الموضوع ده. ما زلت متمسك بتحريمي للقهوة. إيه هو سهلة كده التحريم؟ شفيك يا الطيب، والله ما يصير. شرب القهوة أنا بالنسبة لي فتيت من زمان إنها حرام. طالما مصر على الأقل ادينا أسبابك. مبرراتي 5، طال عمرك يمكن تصير 6. لا ده الموضوع شكله كبير بقى. أولا إنها هي موية مرة حارة تشرب في درجة حرارة 51. لا طال عمرك مو صدق. اشرب آيس كوفي، فرابتشينو، أي حاجة. مادة مرة، وبالتالي عشان أنت تعوض المرارة تاكل كيلو تمر، فأنت رفعت السكر واستهلكت تمر بزيادة وخسرت الأمة. يعني أنت زعلان على التمر ولا على الأمة؟ مش لازم يعني كيلو تمر، ده فنجان مش برميل. الشيء الثالث إنه غالية الثمن. غالية إيه بس؟ ما تضحكش الناس علينا، ده أنت ما شاء الله معاك فلوس زي البن. ما هو مش لازم كريبه كل يوم. بص، هو انت ما قلتش اي سبب، خلاص كده كفايه عليك. رابعا طال عمرك قلت مش عايز اسمع حاجه. اللي يحرم القهوه النهارده ممكن يحرم البيتزا، والبيتزا لا. هذول الجيران دزونا حلاوه، يشهد الله علينا شهاده. يعني الماعون كسرناه وهي ما تطلع بالله، هيك خليه بالقاع. كانت لديك مكوة مشخطة سيدتي، إليك الحل: معجون أسنان، من ثم لغمضي المكوة هكذا بالحركة الدائرية، ومن ثم تهمزيها وتلغمطي من كل الجوانب. معجون أسنان هو الحل سيدتي. ومن ثم تخرجين إلى الخارج وتغطينها في الماء هكذا بهذه الطريقة العنيفة، ومن ثم ترميها في الزبالة. أذن. مش أنت صايم؟ إيش أذن؟ اسمعي الأذان. أذن العصر. إيه؟ أذان العصر؟ أيوة. لا حول ولا قوة. نفس أذان المغرب، نفس الكلمات، نفس الأذان، نفس اللحن. هذا ديك جاي يتمشى بالغابة، لقى بطل أوتاو وحنطه، قال هلو، شرب وعشوا يلاقيه، شرب شوي من الأوتاو سكر ونام. اجى الذيب باوع لك 3/4 أوتاو وديك، يعني شرب وعشوا يلاقيه، شرب شوية سكر ونام. اجى الأسد باوع لك نص بطل أوتاو وديك وذيب، يعني شرب وعشوا، شرب النص سكر ونام شوية. وقعد الديك قال شوف شاف جماعة مددين يمه، قال يا ابو خالد ليش ما اشرب؟ ادري بنفسي اسكر وادري العالم. السلام على نادي باريس سان جيرمان. عليكم السلام ورحمة. انا كرار ستموني زعيم قبيلة برشلونة. على راسي. اين منبابي؟ نعم انا منبابي. انت الفتى منبابي الذي قتل قبيلة برشلونة ذهابا وايابا؟ نعم. اقرا الفاتحة على روحك ايها الفتى. تعال 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 يا نثارات برشلونة، يا نثارات برشلونة. اوكي يا جماعة، في كتير هيك كلمات عراقية ما عم نفهمها، فقررت اليوم نتعلمها مع بعض نجوزها. اكيد. انت بتقلي اياهم دايما. دائما. امو داتش، شو يعني امو داتش؟ يعني مثلا انا هوايه احبك، احب الشغله اللي سويتيها، فدا اقول لك ام داش. يعني ما خصب امي؟ لا اكيد ام شعليه ام داش. طب غير ام داش بتقلي كتير ثول. ثول، يعني لما تسوين فد شيء ذكي واكون انا مقدره هوايه فاقول لك ثول، يعني لما تطبخين فد شيء طيب اقول لك ثول، يعني تفهمي شلون؟ طب لما تقلي مثلا كبر قبر لفج؟ ايه. يعني هاي احلى كلمه احنا العراقيين عندنا اياها، لما انت مسويه فد شيء هوايه يرضيني. حبيبي خلص ما بقى بدي اعرف، ما بقى بحبك. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal and I like it. That's very specific too. نتكبري شو تصيرين دكتورة مهندسة؟
بيتش. يقول لك شلون الصفر يصير انجليزي؟ اخي تكتب صفر حضرتك الى 3 واضح؟ قلم مايمي بس خلنا نكتبهم بلقى. اكتبه يا عزيزي. 0 3 3 واضح؟ نوب 3. نعم. نوب 3. اخي 4 3 لا تخفى عليك. عندي نشوف 1 2 3 4 والصفر يصير من جاي ولا من قاس؟ اخي صفر سلب رسالة الى 4 3 لا تخفى عليك. صفر يصير من جوا يعني؟ اخوي صفر. الصفر من جوا؟ شنو من جوا اخوي؟ يعني بالرسالة من جوا لو ويا 3 خليهم. نعم. يلا بس بعد لا تشتركوني بالخدمة هاي. وانا اقول ليش ماكو طحين بالسوق؟ طلع الكيك كله هنا. لا يا مضروب الوقت. خلنا نلعب شويه ضايجين. غمض عينك سعيد. ملعون، مو قلنا لك رمضان ما يصير. غمض عينك ولا تاكل نعل. زين هاكاي تعرف تلعب سله؟ سعيد. زين تقدر تقول سمك مشوي وتشيز طرشي 5 مرات؟ سمك مشوي طيش ملعون، قلنا لك رمضان. هاكاي سعيد. زين تعرف تلعب طائرة؟ الو عماد انا ليلاتين تبدا تتعارك معاي. هلو هاتي هذا جيراننا ابو محمد تخربط واخذوه المستشفى، فاحنا لمينا الفرع نريد نروح للمستشفى، لمينا 9 طلعنا على الشارع عجرنا كيا، قلنا له عمي المستشفى، قال اخذ النفر 2000، عمي 1000 ونص، قال 2000. صعدنا قال بعد نفر، قلنا له هسه وين نطلع؟ طلعنا جو واحد يركض ورانا، علاء وقفوا قلنا له اطلع فقر هذا علاء، قال لا عمي دخلنا هذا كروه 2000، قلنا له والله فقر، قال لا اخذه كروه 2000. جيت كان فتح الباب قال ابو محمد طلع من المستشفى نزلوا. الله حفظتها الصلاة، توجهت وجهي وسلمت أمري إلى فاطمة السماوات والأرض والحج والزكاة والمجاهدين في سبيل الله. قد قامت الصلاة، نويت أن أصلي صلاة العشاء بقربة الله تعالى. عندي سؤال. إذا أنا باكر متت تروحين تتزوجين غيري؟ بعيد الشر يعني بالله اذا انت متت بعيش مع اختي ما بتجوز. الله عليك. طب واذا انا متت؟ حبيبتي انا هم اروح اعيش ويا اختك. ايش عندك بالمقلوب؟ هذا هو العنكبوت العراقي المجرود. نادرا ما يصطاد فريسته خارج شباكه، لكن الجوع اجبره بالنزول الى ساحة الخطر بعد ان احس ضعف فريسته، فهو لا يملك راتبا رسمي أو راتبا تقاعديا، وحتى لو كان يمتلك راتبا لم يعد نافعا في ظل حكومة اللصوص التي سرقت حتى شباكه. أعتقد أن هذا العنكبوت قد تعين حديثا ولم يستلم راتبا منذ 6 أشهر. انظروا إليه كيف يحوم بسرعة حول طعامه، إنه خائف ربما من أحد الأحزاب من سرقته وأخذه بحجة الأزمة المالية. هل تسمعون ماذا يقول؟ إنه يربرب كثيرا ويلعن الساعة السوداء التي طيحت حظه. قوة يعني مو برضاك، حيل قوة. انت وين دقيت هاي الكلاوات؟ زين هاي كلاواتك وين دقيتها؟ شنو؟ نايم بيك الله أكبر. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت انت حلو انت قول لي ايش لوني، انت ليش ما يدق على تليفوني، انت حلو انت قول لي ايش لوني، انت ليش ما يدق على تليفوني، انا زماني ما يسمع صوتك زماني. حمودي راح اعد لك من 1 ل10، اذا انت 7 جيب لي بيها قلاص مي وتعال على السريع.